سبب من اسباب موت الموسيقار ملحم بركات، شو حقيقة هالشي؟ ايه لانه هو باخر فتره كانوا مغرومين ببعضهم هن، وكان يشكي لي يعني على طول بالموضوع اللي كان علاقة حب؟ علاقه حب. ايه كانوا مع بعضهم. كانت تطلع انا يعني عم وصل ملحم تكون هي داهره من عنده من البيت الصبح الساعه 6 الصبح. ايه كانوا عشان هيك انا وقتها كان عم يتعذب هو وقت اللي راح خيا لعنده واتهموه بالمساري، وطلعت الجديد قالت هي صاحب الحق سلطان لانه الناس ما بتعرف شو اللي صاير، لانه ملحم كان بس شو علاقة الست نجوى بموت ملحم بركات؟ يعني هذا اتهام خطير. ست نجوى كانت صاحبته لملحم بركات باخر فترات هلا ل7 سنين، وكانوا تخانقوا كرمال هيدا الشيء، ولما طلعوا لعنده على الكرفان بدهم يعملوا مشاكل معه كرمال كان مهدد بده يطلع يحكي مع رجا ورودولف. الكلام اللي قالته مي حريري عن نجوى كرم بالنسبة لموسيقار العرب ملحم بركات كلام دقيق 1,000,000%، وانا شاهده على هذا الحكي بالبحر بالجيه بالمسبح لما كنا عم نسبح مع بعض ايام ما كان عم بيعمل اغنيه ما في ورد بيطلب مي. خبرني موسيقار العرب ملحم بركات قال لي انا كنت مصاحبها لنجوى كرم 7 سنين ما بينت فيها العشره، اعطتني المصاري كادو، مجرد ما طلبت منها المصريات رفعت علي دعوه صارت بتفوتني على الحبس، بعثت لي اخواتها على الكرفان كان بدهم يضربوني كانوا بدهم يقتلوني، ما حدا تدخل من الفنانين الا معين شريف احو بعده عايش ببعلبك، نزل هو وشبابه ورجاله كلهم ولا اللي بيقرب على موسيقار العرب ملحم بركات بدي اذبحه بدي اقطع له ايده. والله العظيم كلامه لموسيقار العرب ملحم بركات لقالي انا وفي شهود، واذا بتضطر الامر حسمي مين هن الشهود. نجوى كرم هي اللي فقعته لملحم بركات، هي اللي خربت له بيته. حبيبتي انت ما بتردي الا ورا الرجال اللي مجوزين، يا خطافه الرجاله يا خربت بيوت العمرانه، لانه اللي مجوز دايما عنده خبره. انا شو قاعده عم بتقلك المره 6 الصبح عم بتوصل ملحم بركات انت طالعه شو عم تعملي عنده 6 الصبح؟ ما انت مش كاتبه كتابك عليه لملحم بركات، قولي ملحم بركات يعني بيركب على الميت ليعيد حيوفر نجوى كرم. انا عم بمزح معه قلت له ابو مجد بس ليش صار هيك بينك وبينها؟ صار بدها المصريات 400,000 دولار، يعني تعتبر انه انبسطت فيهم، بركي ما انبسطت معك، بركي انت منك. عم قال لي شو قلتي ولي اخت الشرموطه؟ والله العظيم هذا الكلام بالحرف الواحد مزبوط، حتى بالعلامه كانت مقايره معه من ملحم زين، كان مغني له اغنيته على بابي وقف قمرين بالباخره ومش قايل هيدي الغنيه لموسيقار العرب ملحم بركات، كان زعلان من كثير ناس اذا بعد بحدا بيغني لي اغنيتي ما بيقول هون لملحم بركات بدي ارفع عليهم دعوه بدي احبسهم كلهم. فيا فضحتك بجلاجل يا نجنج، كنت مصاحبه ملحم بركات 7 سنين، بس ملحم بركات يعني اسطوره على كل الاحوال. هذه يا طهره يا شريفه يا شريفه فاضل.